السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا يخص الماجيك، وارانك ان الكلام اللي هتسمعه النهارده ده مش هتكون سمعته قبل كده. جاهزين؟ يلا بينا. طيب اول حاجة عايز اكلمك عن الماجيك شوبس. ايه هي الماجيك شوبس؟ شفت امازون كده؟ امازون في مصر عبارة عن ايه مثلا، او امازون بره مصر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماركت او شوب او يعني سايت اونلاين بيتباع عليه حاجات زي ايه؟ موبايلات مثلا، الكترونكس بصفه عامه. ممكن تلاقي بقى مايكروويفز وخلاطات ومش عارف ايه. في نفس الوقت ممكن تلاقي عليه مثلا كراريس واقلام وحاجات زي كده. ممكن تلاقي مثلا مكنه حلاقه مش عارف ايه. كل اللي انت بتتمناه بتلاقيه مثلا موجود على امازون. الماجيك شوبس دي بقى بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كوتشينات، العاب سحريه. يعني ايه العاب سحريه؟ يعني مثلا كارت معين لو اخدته مثلا قطعته وعملت كده يرجع تاني سليم. دي بتبقى خدعه بتتباع. وبتلاقي فيها كتب، يعني كتب للدراسه بتذاكر فيها ماجيك. وبتلاقي فيها PDF لخدعه معينه. وبتلاقي فيها كمان داونلودابل فيديوز. يعني ايه؟ يعني خدعه انت اتفرجت عليها عندهم في السايت عجبتك قوي فبتشتريها، بيجي لك بعد الشراء فيديو شرح او PDF او ممكن الاثنين، وهكذا. كل ما يخص الماجيك بتلاقيها موجوده في الماجيك شوبس دي. وكمان بيبيعوا ادوات ملهاش دعوه بالماجيك بس ممكن انا ادخلها في الماجيك. يعني ايه؟ ممكن مثلا تلاقيهم بيبيعوا كور سفنج دي في الطبيعه ماسكها كده، دي لا تمت للماجيك بصله بس انا اقدر استخدمها في الماجيك. ممكن تلاقي مثلا عندهم مشبك تحطه في الكارت مثلا كده. هو يعني ملوش دعوه بالماجيك بس هو ممكن يستخدم في خدعه معينه في الماجيك. ده اللي انا عايز اوصله له. في بقى امثله للماجيك شوبس دي زي بينجون ماجيك، ميرفس ماجيك، وثيري 11. دول بقى زي امازون كده بس مخصصين للماجيك. تاني معلومه بقى عايز اكلمك عن الكرييشنز والكرييتور. الكرييتور ده هو الشخص اللي بيألف فكره. انا ممكن اقعد، انا كمحمد انا حاليا كرييتور اصلا، شخص بيقعد مع نفسه، ممكن يجيب ورقه وقلم يقعد يكتب نوتس او حاجات او فكره هو عايز يشتغل عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مثلا عايز يعمل خدعه تكون ليها علاقه بجنيه. هديه لشخص يحطه في ايد من الايدين واعرف الجنيه ده في انه ايد، ويبدا بقى يشتغل على الفكره دي، ازاي اقدر احقق الخدعه دي. وفي نفس الوقت الخدعه دي لما تتعمل تكون اصليه. يعني ايه اصليه؟ يعني ما تكونش متقلده، يعني ما يكونش في ماجيشن عامل زيها قبل كده. ممكن تلاقي خدع زيها بس مش نفس البرنسبل، مش نفس الميثود. هفهمك اكتر. شفت مثلا حركه الكليب شيفت اللي علمتها لكم من فيديوهين، وشفت حركه السناب تشينج، دي كلر تشينج ودي كلر تشينج. فالشخص اللي الف دي والشخص اللي الف دي اتنين مختلفين. دي كلر تشينج ودي كلر تشينج بس كل واحد بميثود معينه. الميثود بتاعت الكليب شيفت هي الحركه اللي هي تشد الكارت لتحت فيلف، انما السناب تشينج هي انك بتنزل كده فالكارت بيتغير. الاتنين كلر تشينج بس مش نفس الميثود. فانا ممكن اكون مؤلف خد عليها علاقه بان انا احط جنيه في ايدي واقول للشخص اعرف هو في انه ايد، وشخص تاني مؤلف زيها بس مش نفس الميثود، وساعتها ده عادي ما فيهوش حاجه. فانت دلوقتي الفت فكره بتعرضها بقى على المؤسسات دي وهم يقبلوا يا يرفضوا. يعني انا مثلا كمحمد مؤلف بتاع 80 ريليس، مش مبالغه والله العظيم. بس لو دخلت على مثلا بينجون ماجيك وكتبت محمد ابراهيم هتلاقي ليا 8 ريليسز بس، لان هم دول الاصليين. كل الافكار اللي انا الفتها قبل كده طلعت معموله قبل كده من ماجيشنز تانيين، فبالتالي ما بقاش ليا غير 8 دول. اي حاجه انا الفتها قبل كده وطلعت معموله قبل كده فخلاص دي مش من حقي. وبرده في مراجع بنرجع ليها زي ايه؟ زي حاجه اسمها ماجيك كافيه وزي الكونجورينج اركايف. دول زي مراجع بتدخل مثلا تكتب كلر تشينج انتر، فبيظهر لك مين الناس اللي عملت قبل كده خدعه لها علاقه بالكالر تشينج وفي سنه كام وكانت بيزد على ايه وهكذا، علشان لو انت فكرتك زيها تبعد عنها. ثالث نقطه بقى وهي مترتبه على النقطه الثانيه، وهي ان انا ما ينفعش تشتري خدعتك. مثلا انت عرضت خدعه كوين احطه في ايدي وانت المفروض تخمن هو في انه ايد بكام، ب$20. ما ينفعش انا بقى اشتريها واخدها اقول للناس على فكره انا معايا الخدعه دي بس هبيعها لكم بسعر رخيص جدا ب$20 مثلا بدل $20، اللي هو 20 جنيه ده يعني تقريبا دولار واحد. وفي ناس بشوفها واعرف ناس بتشتري فيديوهات مسروقه للخدع دي. طبعا يعني في مثلا خدع بتتعلم مثلا الخدع او بتتعلم الجيمك بتتعمل ازاي او بتتعلم مش عارف ايه، وتروح هي تصنعها وتروح تبيعها. انت عارف مثلا لو بتصنعها وتخليها لنفسك ماشي، بس ما ينفعش تبيعها او تقول ده انا اللي بصنع وانا اللي بعمله، لان هي دي مش حاجاتك. الحل الوحيد بس تقدر تعمل فيه الموضوع ده لو انت استأذنت صاحب الخدع وقلت له والله انا معايا الفكره مثلا وعايز اعملها لكذا كذا، هو بقى براحته يوافق ما يوافقش، دي حاجه تخصه هو. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل حالا دلوقتي اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. برضه ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك. ولو انت مهتم اكتر بمجال الخداع البصري هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الويب سايت بتاعي عليه كل الكورسات والخدع الاحترافيه بتاعتي. برضه عليه خدع بسعر خرافي انا عاملها مخصوص للمصريين وللعرب ب$4 يعني حوالي 120 جنيه. ادخل دلوقتي الحق. وبس كده، شكرا ليكم تاني، سلام.